بقينا نعيش في وقت صعب جدا، كل يوم أصعب من اليوم اللي قبله. أخبار تقيلة وصور مؤلمة وحكايات عن ناس بتموت وناس بتسيب بيوتها وتتهجر وناس مش لاقية تاكل. فبتفتح موبايلك تلاقي الدنيا كلها بتصرخ، تقفله تحس بالذنب، تتابع تتعب، تتجاهل تقول لنفسك وأنا بقيت إنسان بارد. وفي وسط الزحمة ديت يجي السؤال المهم: أنا أعمل إيه؟ أعيش إزاي؟ وأحافظ على نفسي من غير ما أبقى أناني إزاي؟ ده اللي هنجاوب عليه في الفيديو بتاع النهاردة. يلا بينا. أول حاجة يا صاحبي، افتكر إنك بني آدم مش روبوت، يعني أنت مش لازم تتحمل كل حاجه. فمش طبيعي انك تفضل تشوف وجع كل يوم وتعيش عادي وكأن مفيش حاجه. ولو حسيت بالحزن او القلق او التعب، ده مش معناه انك ضعيف، بالعكس ده معناه انك لسه انسان وبتحس ولسه فيك حياه. بس كمان مش لازم كل مره تشوف خبر صعب تدمر نفسك علشانه. فاللي بيحصل مؤلم بس انت لو وجعت مش هتعرف تساعد حد حتى لو كنت عايز. تاني حاجه، خد مسافه من اللي بيحصل. هو احنا بنعيش في عصر المعلومه السريعه وكل حاجه بتوصل لنا في ثانيه، بس مش لازم تتابع كل حاجه طول الوقت. يعني لو الاخبار بقت حمل تقيل عليك، اقفل وخد بريك. فالخوف مش انك تبعد شويه، الخوف الحقيقي انك تفضل تتعرض لصدمه ورا صدمه لحد ما قلبك يتبلد. انك تحمي نفسك دي مش انانيه، ده اسمه وعي. تالت حاجه وهي انك ترجع للحاجات البسيطه اللي هي بتطمنك. كوبايه شاي على الهدوء كده، او مكالمه مع شخص انت بتحبه، او حتى مشوار صغير في الشمس، بس بلاش دلوقتي عشان الجو صعب وحر. ممكن تتمشى بالليل، تسمع حاجه بتحبها وانت سايق العربيه بتاعتك، ولو عند بحر كده تقعد شويه قدام البحر، او حتى بصوت هادي كده في السماعات، او انك تسمع موسيقى هاديه كده. الحاجات ديت ممكن تبان ليك ان هي تافهه وسط اللي بيحصل، بس هي اللي بترجعنا لنفسنا، بتفكرنا ان لسه في حياه وانك تستحق تعيشها رغم كل حاجه بتحصل حواليك. رابع حاجه، ما تكتمش، اتكلم. يعني اللي جواك دوت لو تقيل طلعه، اكتب، احكي، صوت حتى لو لوحدك، بس ما تسكتش. الكتمان بيكسر من جوه ومش دايما الناس بتاخد بالها منه. فلو حاسس انك مش قادر انك تتعامل لوحدك، اطلب مساعده من حد، او انك تروح لحد بيفهم، حد بيسمع. مفيش خجل صدقني انك تقول انا تعبان، بالعكس دي اول خطوه حقيقيه في طريق الشفاء. خامس حاجه، توازن مش تطنيش. كونك انك بتحمي نفسك ده مش معناه انك مش مهتم، وكونك انك بتضحك ده مش معناه انك ناسي اللي بيحصل حوالينا ومؤلم وموجع وان هو ما يتوصفش. بس انت مش مطالب انك تعيشه كله لوحدك. اعمل اللي تقدر عليه، ساعد بما تقدر حتى يخلو بدعوه، او انك تنشر معلومه، او انك تساعد مساعده بسيطه. لكن ما تنساش انك لو وجعت مش هتعرف تكمل. وفي الاخر يا صاحبي، الدنيا ديت قاسيه والوجع حقيقي، بس لو كل واحد فينا حب نفسه شويه واهتم بيها هيساعد غيره بشكل انضج وانضف. فاللي بيطبطب على نفسه هيقدر يطبطب على غيره، واللي بيقدر يحافظ على توازنه هيقدر يشيل مع اللي بيقع. فاهتم بنفسك وخليك واعي، وما تتكسفش انك تطلب مساعده. انت مش لوحدك، وانت تستحق السلام حتى وسط الحرب. ولو محتاج ان حد يسمعك ويتواصل معاك، هتلاقيني سايب لك كل لينكات التواصل بتاعتنا في وصف الفيديو اللي انت بتسمعه. ما تترددش في اي لحظه انك تدخل وتكلمنا، هتلاقينا بنرد عليك على طول. فما تنساش برضو انك تعمل لايك للفيديو اللي انت بتسمعه، وتشترك في القناه، وشير الفيديو دوت. ممكن يوصل لواحد يكون تعبان نفسيا من اللي بيحصل، ويكون الفيديو دوت هو اللي بيساعده ان هو يتحرك من الحته اللي هو واجع فيها. سلام.